عندهم يا رجال راحوا يبلغوني يقولوا طلع جواز بلغنا عليك عقوق والدين. قلت ابشر ما عندي مسوي شيء، ما اني مسوي شيء ولا عندي رايح ولا عندي حتى جيت ابزرق الشرقيه على طول بلغوا علي عقوق والدين، ما اني بتعدى. ايوه قلت اجل. كان يضربك ابوك يا سعود؟ اي والله مخمس عند قدام الريجي، لا اعطاني مخمس حبه خشمه وصبت القهوه. الله اكبر الله اكبر. وتراه كان شديد بين ترى من قبيله وهو من قبيله. الله يرحمه ويغفر. فقعدت ايام وفي جيت عند ابوي مدحت امي قلت امي تسلم عليك. والله امي لا سلمت عليه ولا شيء، ولا رحت لامي قلت ابوي يسلم عليه وينه يقول ما خلى شيء، ولا هم كلهم الاثنين مستانسين. يا جعله مبسوطين لانك انت لازم تقربهم الاثنين، ما هو بتروح تعمر تدق لك ابره تحس منك في بث تخصخص بينهم. لا انا بوقف مع امي، لا انا هم كلهم جنتك. انا حتى استغرب بعض الاحيان اشوف واحد ولا بنت مشتكي ابوها، ولا حتى لو انه يصير اللي يصير تحمل حملنا وشلنا، هذول والديك والله ما اجرهم في الاماكن دي. سعود ما كنت تستحي يوم يضربك ابوك قدام الرجال؟ لا والله. ولا كنت تحقد عليه؟ لا يا اخي هذا هو ما يضربك الا على شيء. انا بيني وبينك ملعون يومي صغير صدق استغفر الله. انت حضر كذا. اسف يود انت لسانك الحالي يبغى له عمره يا رجال، انت يبي لك عمره وكبرك. حملنا كنا استغفر الله. فسبحان الله يعني يوم تعبوا والله يا رياجي اني ابوي كان شديد علي. يوم تعب لا غدا كانه يا ولد انه يا ولد راحمني ويمسك يا ولد وجهي، وغدا كانه طفلي صدق. الله اكبر. يوم خلاص سبحان الله يعني لا راح من الدنيا يا ولد ودك انه يرجع ويصفقك مره ثانيه. حتى اقول انا للناس اللي ابوه موجود والله يبر فيه، حتى لو يلعن الله استغفر الله، لو انه مثلا يدقك دق ها تحمل انت معي ولا؟ لان هذا والديك. الغريب والله لا هم معطيك شيء بيسمعك ولا هم متحملك الا هلك. الغريب يقعد معك فتره، يقعد معك ساعه ساعتين واصلا بعد ما يتحمل، ثم يروح ولا هلا. واللي جالس عندك اصلا في البيت هو اللي لو انك جالس بعد الغريب في بيته وعايش معه والله ما يقعد معك مثل ما يقعدون معك امك وابوك. معي ولا لا؟ والله معك وكلام من ذهب. اشوف الناس اكثرها تشتكي انا اهلي انا ما ادري وين، وخاص الحين وقتنا الحالي كل العالم تشتكي اهلي معقدين، اهلي يبون ذا الشيشه الالكترونيه ويبون الله لا يبلونها، يقول لي يعطيهم على كيفهم. حي يا عمي لك فالعالم ترى سبحان الله جلست اتره والحمد لله يعني والله ما كان عندي شيء. الدين هنا والامور كلها متكركبه وحالتي حاله. وجاء يوم من الايام وانا جالس عند امي والله ما عندي احد. جاني رجال تبي تكون لك اصدقاء، هو ما هو برجال بس انه يعني وهو كفو والله ما قصر مره يا اخي. اسف يا حضره الشيخ، ارضيك كل مره تجي تقول تكون لك اصدقاء، حمل البرنامج تكون لك اصدقاء وصديقات. انا ما كونت لي اصدقاء، كونت لي اصدقاء للامانه. دخلت مع ذا قلت انا بشوف ذا البرنامج اللي افعل به. والله هو حمل البرنامج اللي هو البرنامج الاول وحمله سبحان الله اسولف على العرب، ولا والله العرب مبسوطه مني وتضحك مبسوطين الحمد لله مثل ما انتم تشوفون. ولا والله انها منا وعرفتني على الرجال اللي مثلكم شرواكم، ودخلت مع هذا العالم. وتذكرت يعني دعاوي ابوي وامي ان الواحد لمن دعوا له والديه والله انها بخير، حتى لو ما ياخذ منهم ولا ريال، حتى لو ما يعطيني ابوي ولا امي، بس انه يقول راح الله يوفقك وراضي عليك والله انت فتح في وجهك. اما انك تقول لا والله ما يعطيني انه ظالمني، هو قد كبرك وقد عطاك يا طال العمر كبر علبك. لا الحين هم يقصدون حفايضك يا الحرمه. الله يكرمكم ويكرم السامعين. انت معي ولا لا؟ عجزت انصح زين تمره وجمره. والله كنت ماشي كويس سعود انت تسمع ابو محمد، انت تمشي معنا كويس، انت لازم تستمر معنا شوي كل فجريه. انا معكم يا رجال بس اسمعني، لابد من السود ولابد من الدراهم شوي. خذ لك شيء اجمعها دين ودنيا.
هذه خلنا مثل ابو راكان الله يجعل والديه في الجنه، جمعها دين ودنيا كمل كلها. كمل. طيب جعل عمره طويل. بعدين نبكي انا وياه في الليل من ولا جا النهار مراجعه، جعل عمره طويل. الله يوفقك يا ابو محمد. والله على طاري الذكر والحسن. كل انسان سبحان الله يلزم بعد اسمه بصفه تكون فيه او ذكر حسن، وهذه اجمل ورث ان ترثه في حياتك. اذا الله سبحانه وتعالى قبض روحك وجدت سعود القحطاني الله يجزاه خير، والله كان بار في امه. جعلك السله ما لقيت الا انا. يدعي لك يدعي لك يدعي لك. يقول الرجال ما بعد تهنيت في شيء. مثل على غيره يا ابو سعد. اضرب مثال فيك يا اخي. يا رجل اضرب مثال يا اخوي في جيراننا اللي جنبنا ما لقيت الا انا. يا اخي انت بار يا اخي. الله يجعلك الله يجعلك. خلنا شوي انت مشوا ونشوف العرب. فرق طمني وانك اصبر يا رجال، صل على النبي. يعني بعد ما تموت يا سعود ان شاء الله. جعلك ورا السله انك ورا اقول ايش تبغى ابي الله يلعن. انا جاني عرق انفضتي دافع البلاء يا دافع البلاء. الرجال يمون علينا وما بيخلينا نسولف. لا والله خذ واحد كحضرة الشيخ. لا انا بس عندي مسألتين، المسألة الأولى اللي عن البر، والمسألة الثانية عن المنطق. مسألة البر ان البر يزداد أهمية البر مع كبر السن. الله إذا كبرت السن واحتاجوا، كما قال الأول اسمع أنبئك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف في البصر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وكثرة النسيان وما بمدكر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، أوله نوم وثلثاه سهر، سعلة تجتاحني عند السحر، والناس يبلون كما تبلو الشجر. كذلك الرجل الذي يحمل أمه على ظهره ويطوف، وذكر البخاري في الأدب المفرد، ويسأل ابن عمر، والرجل يماني، وأهل اليمن يحبون الشعر، الإيمان يماني والحكمة يمانية. ونعم. قال أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر مقولته المشهورة المعروفة: لا والذي نفسي بيده ولا بطلقة من طلقاتها، أو ولا بزفرة من زفراتها عند الولادة. المسألة الثانية اللي عن مزحكم آخر شيء عن المنطق والتمثيل على سعود. أنا قرأت أمس في كتاب زاد المعاد لابن القيم كلام عن الأسماء والمنطق، صراحة مخوف هذا الكلام، يعني التفاؤل وبدون التشاؤم طبعا. فابن القيم ذكر مسألة أنا أول مرة أسمعها في الحقيقة، ولا يزكي الواحد نفسه وأنه سمع كل شيء أو اطلع على شيء كثير، لكن ابن القيم ذكرها في زاد المعاد عجيبة جدا، وهذه تتعلق بالأسماء. يقول في غزوة بدر الذين بارزوا من الكفار أسماءهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، والذين بارزهم من المسلمين علي وحمزة والحارث. فأسماء المسلمين انتصروا طبعا في المبارزة، أسماء المسلمين تدل على النصر، علي من العلو، وحمزة اسم للأسد، والحارث أصدق الأسماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. فهذه الأسماء الثلاثة تدل على النصر، والكفار أسماءهم الثلاثة تدل على الضعف. فشيبة يعني منتهى الضعف، والوليد بداية الضعف، العتبة توطى بالأقدام. فكان النصر مع هؤلاء الثلاثة المسلمين، وكان في الأسماء ربط، يعني ربط ابن القيم بين الأسماء أعجبني صراحة. سلامتكم. سلمت. الله يسلمك، والله يعطيك العافية، والشرف عليكم على اللي يدخل معكم. والله سعدنا اليوم، بث جدا جميل. جعل والدك في الجنة، الله يجزاك خير. أقول الشرف مو عليكم على اللي يدخل معكم. ايش فيك يا ابو راكان؟ يمدي على الدنيا، اجلس. سهرناك يا شيخ فرحان. لا بكره ما في دوام. احس بيقول بكره ما في محمد اطلب طلب يا ابو محمد. سام. الشيخ فرحان يعني عنده 300,099 يعني الى 1000 على ال 400. ودنا
اللي عندي ضيفوا الشيخ فرحان، والله ما شاء الله تبارك الله. والله هنا يحط يده على الاسد. ها؟ اسد جرين والله وش الشيخ فرحان ضيفوا الشيخ. رجال عيال ضيفوا جعل ابوك يا سعود انت اسد، جعل ابوك في الجنه. والله ما يجين. بسم الله عليك لا جعل والده عيال تكفون. ضيفوا فرحان وضيفوا تكفون فايز الملك. انا بي مبروك يا ابن عمي، مبروك. يستاهل لا 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 والله عينك. عيال تكفون وضيفوا فايز الملك دخلوه مليون. ابيه اقل من شهر والله يدخل ذا الادمي مليون. والله يستاهل. ابي الرقم المميز للمالك، انه دائما هو ما شاء الله مميز، كل شيء في وجهه مميز، ثيابه مميزه، سياراته مميزه، بيته مميز، ما حد الا حساب هذا التيك توك خليه مميز. اللهم بارك عليه يا سعود. برك الله يطول عمرك. كان تفل علينا يا شيخ والامور كلها زينه، ولكن الرجال ذا نبيه يدخل مليون. انفذ يا عمي يا شيخ فرحان. ها ايش تبغى انت؟ سم ابو محمد صدق بسألك سؤال. يا كثر اسئلتك يا شيخ، خلاص جمال العفو وانتهى الموضوع. ايش عاد تبغى؟ شيخ فرحان والله يا شيخ فرحان، ترى انا محترم سعود عشانك موجود انت، بس بوريك فيه بعد شوي. الله امر لا عيونك اسهر، الله امر بدون موسيقى حقت بدون موسيقى ما تقدر تحاكم. اعترض ما يمديك تحكمني بشيء ولا يثبت على الشخص اي ادانه ويطلق بالكفاله لين تثبت عليه. ما عندي اي موسيقى. استعن بالله صوتك حلو، عطنا آية الكرسي. والله ما تعداك لا انت ولا الشيخ، دامكم مطاوع قدامي والله ما تعداكم وانا ولد محمد. انت معي ولا لا؟ ف انا سبحان الله جيت اقرا لحالي احس اني ذا على ما قال حسن السديس جعل والديك في الجنه. والله هو نعم فيه وافي ومجنن. سمعنا يا ابو حمد. ابشر جعل عمرك طويل. والله من مفطح يا ابو حمد، يعني الله يا ربي يوفقك. زود ما شاء الله مالك زود ما تبين. ولا يدور الا الهرب الصار انا عارف. والله يا ابو محمد ما نبغي نقصف اول اللقاء. اقول يعني عمرك ما يزين خاطرك الا شفت الطليف صغير وما غيره ترجع. والله كسر ضلوعه واتشطه انا. واما ابو سعد على الفطاير، يحب الفطاير والطحينيه. الله اكبر الله اكبر. تفضل يا شيخ تفضل. انا عرفت النظره هذه، عرفت اللي تعطينا حكم ولا لا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فوقاه الله سيئات ما مكروا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله يجزاك خير يا شيخ. الله العظيم. الله يجزاك. الله يجزاك خير يرحم والدي. شيخ فرحان سؤال بس. الآن لما الإنسان يخلص الآية يجوز أن يقول صدق الله العظيم؟ العلماء يقول لم يرد حديث، هو ورد في القرآن الكريم قل صدق الله. فبعض العلماء تعارفوا على ذلك، مثل قول قال الله تعالى، مثل قول قال الله عز وجل، تعارفوا على ذلك يعني. لكن بعضهم قال لم يرد حديث خاص في هذه المسألة، فبعضهم كره هذا. الله أعلم. سعود عندك سؤال للشيخ؟ ترى يا أخي عندي سؤال بس بسيط. في أكثر العالم في البرنامج هنا ولا برا البرنامج يا ودي يستحي يروح له مطوع يقول أنا والله ما أعرف، يبي يتعلم مثلا ما هو بحافظ القرآن يستحي، ما هو بحافظ أشياء في الصلاة يستحي ما يتكلم، يقول خاف أقول، يقول أنا أنت ما تصلي. حلو. في بعض الأحيان حتى في ناس ترى ما تعرف تتوضأ لحد الآن، رجال كبار بلحاهم ما يعرف يتوضأ، والله يتوضونه ما يعرف له والله. يا ما توضأ أنا يقول أنا والله توني أعرف إن كذا، وأنا والله لما أنا يستحي إنه يروح له واحد يقول أخاف أروح، ثم ينقد علي ولا يضحك علي ولا يقول أنت شكلك ما تصلي ويستلمه. هذا هو مانع من موانع التعلم. يقول لا يؤتى العلم مستح ولا مستكبر. ما فيها شيء. أنا لو ما أعرف شيء والله لا أجي عند أقرب مطوع فاهم، ما بجي عند مطوع لا أجي عند مطوع فاهم، مثل ذا المشايخ الله يعطيهم العافية، أجي وأسأله يا شيخ أنا فيه شيء الحين كذا ولا في صلاتي، لأن هذا دينك. ما اهتميت فيه والله الله يعين، مثل ما أنت تهتم في حسابك ولا تهتم في. وابن عباس يقول أوتيت العلم، هو ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة، أوتيت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. يعني ابن عباس يسأل الصحابة. ولا وفي بعد أختصر لك حتى لو ما تبي مطوع يعني واحد ينقد عليك، في عم جوجل. ونعم عم جوجل عندك برنامج محمد أقول دائما أقول يا أبو محمد شيخ فرحان، عندنا الحمد لله يا ربي لك الحمد، أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد ويحفظ ولاة أمرنا. خلوا أرقام هيئة كبار العلماء، يقدر الواحد يتصل عليهم طوالي من الصباح لين الساعة 2:30 الظهر، يردون يا شيخ فرحان، يردون في أي مسألة تبغاها. ودائما ترى الإنسان مو عيب إنه يروح يسأل، خاصة أمور الصلاة. هذا علم فرض عليك إنك تعرف كيف تصلي، إنك كيف تعرف كيف تصوم، تعرف كيف تعتمر، كيف تعرف تحج. ما في أنت تتوقع أركان الإسلام. أنا عندي مقطع نزلت أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، في عدد كبير يقولون ما نعرفها، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. اسلم أبو محمد، اسلم كأنك في ثانية ألف، اسلم. احترام. وفي بعد يا شيخ واحدة أنا بغيت أخليها تتوب، بنت تكلمتني تبكي، البنية ذي تبكي وتكفى أنا ما أدري شو تقول، ملعوب عليها المسكينة الله يهديها ويهدي المسلمين. قلت لها طيب خلاص أنت إذا سويتي شيء غلط تقدرين تتوبين لله سبحانه. قالت لا أنا الشيء اللي أنا سويته يمكن ما فيه توبة. والله العظيم عليه الطلاق يا أبو راكان، هذه مصيبة كارثة. الله يجعل ولد أنا أبو راكان لا يعله يا رجل إيش كوب. يا عبادي الذين ارحب يا راشد ارحب. الرجال يتكلم بقول هو عله والله العظيم من يوم شفته جالسين ذي الكنبه وهم مضبوط. ولد ريجي عندنا طول عمره بجنابيه ما تضحك يا ابو راكان. اسلم. السؤال ما نعطيها الكبسه خرط له رش. يا فرحان والله ان سهرناك وراك نوم. يا شيخ المهم ان البنديه طول عمرها سوت على ان كلامها انها مسويه ذنوب واجد. بس آيتين تحل مشكلتها، آيتين في القرآن تحل مشكلتها. صل على النبي. خلني أخلص. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الآية الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وحتى غفور رحيم. جربوك الجنة. حتى لو سووا ذا
قال هذا الشيخ. ايش؟ يقول الفرق بين المسلم والمؤمن، الآية الكريمة تبين ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الله يوفقك. يعني تبين يا شيخ ان مهما سوى الواحد التوبة مفتوحة. الحديث ومن يحول بينك وبين التوبة، هذا الحديث في الصحيحين، ومن يحول بينك وبين التوبة. أبو محمد، لبيك. الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب. الله يفرح بتوبة الإنسان إذا تاب. أصلا المؤمن بين التوبة وبين الاستغفار، بين الذنب وبين التوبة، هذا حال المؤمن. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم حب عبد الله، هذا حبيب عبد الله بن قرملة. معلش يا شيخ تكفى والله العظيم يا أخي. قرملة ذا الحزة يا قرملة بن قرملة. لا لأن هذه كانها قيمة كامري يا أخوي، الله يرحم والديك. تكمل طال عمرك، آسف كمل. لا تكمل يا شيخ. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. المهم انه قال الله في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا ابالي. كرم الله عظيم. كل من تاب يقبل الله التوبه. التائب من الذنب كما لا ذنب عليه، وان عاد رجع تاب، وان عاد رجع تاب. لا تمل. بعض الناس يمل من التوبه. لا تمل فإن الله لا يمل من توبتك، بل الله يحب إقبالك عليه. معلش أبو سعد الحين بعضهم يوم يتوب أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، أحيانا يجيه يقول أنا يمكن ما عندي مصداقية. معلش يقول مثلا يمكن ما عندي مصداقية. في بعضهم تفكيره كذا، جاي يتوب الحين يقول أنا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة يعني الله بيعاقبني مثلا كل شوي أتوب وأنا ما صدقت في التوبة. مثلا أنا صامل وثم خربت مرة ثانية، وصممت المرة الثانية وخربت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. هذا ورد حديث نبوي أن أتى رجل إلى النبي اللهم صل وسلم عليه فقال: يا رسول الله إن الرجل يذنب الذنب، قال: يكتب عليه ويحاسب عليه. ثم قال: يتوب منه يا رسول الله، قال: يغفر له. ثم قال: يا رسول الله ثاني مرة، قال: يرجع ويذنب يا رسول، قال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب، يغفر له، قال: يا رسول الله ثم يعود. شوف يقول الرسول هذا الكلام، فقال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب يا رسول الله، قال: يغفر له ولا يمل الله حتى تملوا. الله أكبر. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا رجل، الله قبل توبة رجل قتل 100 نفس، مع ذلك الله قبل توبته، بل الله حرك الأرض له كلها من أجل توبة هذا الرجل. الله يقبل يا أبو محمد. أنا أقول كل الناس يا أخي لا تجعل حاجز بينك وبين الله. تدري الشيطان يا شيخ فرحان متى يجي الإنسان؟ عندما يقترب إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم مكان يقترب فيه الإنسان هي التوبة. لأن قالوا العلماء إن حبيب الله هو التائب، حبيب الله التائب، إن الله يحب التوابين. أنا أقول كل اللي يسمعوني أخواني وخواتي اللي موجودين، مهما كان عندك من المعاصي والذنوب يا أخي لا أحد يقنطك من رحمة الله. يا أخي لو أنك تذنب وتتوب مرة سمعت الشيخ صالح الفوزان يقول ما يعني رجل يسأل يقول: يا شيخ أنا كذا وكذا وكذا، قال: استمر على هذا الأمر، استمر عليه، صدقني الله سبحانه وتعالى يعلم. باقي حاجة يا حضرة الشيخ صغيرة. سم يا أبو محمد. طيب وش تقول عن الناس اللي مثلا يتعجز انه يروح المسجد بس يصلي في البيت؟ يعني يصلي وراح المسجد يا ولد تحسن عليه جبل. معي؟ تحسن عليه جبل، يعني يصلي مرة مرتين 3 مرات في المسجد والباقي كلها في البيت، ولا جاي بيروح يدفع البلاء يبي يتعود على روحة المسجد بس ما عرف كيف. أذكر رجل يقول: يا أبو سعد كنت أحافظ على الصلوات، يقول فبعدها صارت أثقل شيء إني أروح للمسجد، فكنت أسولف أنا قلت: يا أخي أنت تفعل ذنب، لأنه سبحان الله ما ينزع الله من الإنسان شيء إلا بذنب ومعصية، خذها قاعدة. فقاعد أقول له: أنت كذا؟ قال: لا. آخر شيء اكتشفت إنه إيش؟ لسانه صليط. فالله سبحانه وتعالى لسانه صليط يعني الراعي غيبة ونميمة يتكلم. تب إلى الله من هذا الأمر ويحلف بالله إنه رجع يصلي. أوقات الذنب والمعصية هي اللي لا كيف يتعود مثلا أنت الحين ما شاء الله عليك، أنت وأبو ذا ما شاء الله عليكم فيكم يعني ما شاء الله.
فينا الخير والبركه، حتى انتم يا ابو محمد كلكم. انا داري، بس انا اقول لك لكن في ناس بسم الله عليها يعني ما شاء الله تبارك الله. الحين انا دخلت مسجد يا حبيبي يا راشد واصلي وما شاء الله يعني ترتاح. انت كيف تتعود انك يا اخي ما شاء الله. بعضهم يا اخي يجيه زي العجز انه يبي يصلي لحاله. طيب ابو محمد، الان الواحد الساعه 7:30 يقوم دوامه، ايش الشيء اللي يخليه يقومه؟ تعظيم الدوام، يا يفكر في مديره، يا يفكر في راتبه. انا اقول دائما اجعل الصلاه معظمه في قلبك. انا في مقطع انتشر لي كنت اتكلم عن الصلاه وانا مجرب هذا الامر. يا جماعه الخير، الادعيه دائما ادعو بهذا الدعاء، ركزوا في هذا الدعاء الاول، اللهم اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. ادعو بهذا دائما، اللهم اجعلني من مقيمين الصلاه. الدعاء الثاني يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. تعوذ، استعذ بالله، قل اعوذ بالله من العجز والكسل. اسال الله، اقول اللهم اني اسالك حسن العباده. اجعل الله ان يثبتك على الصلاه وان الله يعلقك بالصلاه. وترى النبي اللهم صل وسلم عليه دل الصحابه على هذا الامر بالدعاء. الدعاء عليكم بالدعاء. الدعاء كان عند الشيخ فرحان حل للامر هذا؟ واللي عنده. انت كفيت شفيت مساله لا، انت تعطي المساله اهتمام ومكانتها. يعني انت اذا كنت تعظم الشيء وتهتم به، يعني كل ما واحد عنده اهتمام مثلا بالوظيفه، بالدراسه، بالبث، بالزوجه اذا كان متزوج، هل من بين هذه الاهتمامات شيء اسمه الاهتمام بالصلاه؟ طبعا كل مسلم ان شاء الله طبعا عنده اهتمام بالصلاه، لكن كم رقم هذا الاهتمام؟ يعني رقم 1 2 3 4. صح. كيف الاهتمام؟ القضيه الهم. يعني كبير سن عمره 80 سنه ياتي مثلا من رياض الجنوب وينام قبل الفجر مثلا بنصف ساعه ويستيقظ ويروح للمسجد يصلي بالمسجد وهو جاي من سفر 1000 كيلو، وواحد من الشباب بجنب المسجد سهران ولا يصلي في المسجد. القضيه ترجع للروح وصفاء الروح. كثرة الاستغفار تعين، بالحقيقة كثرة الاستغفار تعين وتسهل العبادة. هذا ذكر كثير من العلم ابن القيم، كثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله عز وجل. الله يوفقكم جميعا. جعل والله من جابك في الجنة يا أبو فرحان. أنا وجود أبو حمد وجعل والله والديك في الجنة باسمي وباسم فايز المالك. فايز المالك الحين ما هو بقادر يرد، أنا اللي برد بداله، وهو إن شاء الله من يسد لزومه. ما بالنسبة أنت يا أبو سعد، بيض الله وجهك. نبي لنا شيء هريفين لكم باسمي وباسم فايز واللي بيتعبون والله ما بحنا. الله يرحم والديكم ودكم توعدونا فقرض مخطط، والبيوت ما احنا بحاطينكم فيها. لا البيوت عليها زحمه، لا اله الا لا جيتوا كل الليل الاخير امنيات مستجابه. يا عمرك ادعي ان الله يرزقني ببيت جنب فايز الماء. الله يرزقك بالنصر. اي بالله النصر اللي ياتيك كل شيء فيه بدونك تذهب. لا ما نبي قصر، نبي بيت شعب بس. الله يجعل ابوك في الجنه. وهي والله الحمد لله والله اني يجي لا شفت فايز في ذا التلفزيون اني اقعد ابكي من طيب ذا الرجل. ويوم قابلته في الطبيعه ابكي يا شيخ، ابكي وادعي له وتصدق له اذا انت ما تدري. جاني الله يجزاه خير وعطاني السود اللي عنده، يقول انا مالك في حاجاتها وجعل عمره طول. الرجل اللي مثل ذا جعل حسه ما ينقطع. يا ابو محمد وانا اثباتي استلمه انت يا شيخ. ابو محمد ايش عندك؟ يا ابو راكان الرجال انا اشوف في القضيه من يوم مشاها ابو محمد وذا ما غناش. ابو محمد تعال حقد الوضع. سامي ابو سعد فرحان سمي ابو سعد. اقول ودنا ابو اعطينا نكته كذا تسعدنا. ابشر ابو سعد. الله يا رحمن يا عزنا يا المطلوب هون على قلبي من الضيق يا ولي. يا الله يا رحمن. انا اشتح انا ابو ترى علينا بالله. لا اقول والله يبينا طول العمر اطلي
هم والله احلى نصيحه من ابو حامد، والله اللي بيتبنى حتى في النصيحه. وانت يا ابو سعد الفطاير والطحينيه، احس انك راعي طحينيه انت يا ابو سعد. انت معي؟ ايوه هم نجلس ذيك الجلسه انا كبس الماء جعل فيها الله العافيه، جعل اقول يا ربي يوفقك يا فرحان في الجنوب يا رجال. ها؟ الشيخ فرحان في الجنوب. هني والله داري هنا. انت يا ابو حمد من وين؟ احبابي. اخ محمد والله اللي اقول والله اللي علم يوقف عندكم تكفى. انكم والله تزبنون الجاني وتزبنون الدخيل خجة ملاش. اشرف بالسعد، اشرف بالسعد يا اقول ابشروا بالسعد، انكم والله تزبنون الدخيل تكفى. والله العظيم اني احبكم والله. عطنا النكته يا ابو محمد. بالله طلبتك يا سعود. ها؟ عطى الشيخ نكته النمله. ايه اذا اسمع يا سعود، خذ الشيخ فرحان ولا لا خلاص اسلم يا ابو محمد. اني والله بعلمها، انا اعرف وزنيه الحباب. وينك اقول وانت مفارق من عند تدريب وفارق مع الكبري حق الاموال. حاج ها واللي ورا الموضوع ابو راكان جعله يسلم قلبه. يدورونا مرحبا الله وسهلا. ابشروا بس الله يغنيك. اقول انكم والله جعل اعماركم اطوال تكفى. انا اسميكم الرجال اللي ما يهابون الموت والله. يعني والله اعماركم اطوال واحبكم يا الاحباب، احبكم يا الاحباب والله اني لا شفت احبابي ها دريت اني بخير والله العظيم. يعني والله اقول جعلكم تسلمون. الله يوفقكم. بعطيكم النكته. اسلم. غير لا ينشف في الموضوع. واحده من بعض الناس دائما لا جت عندها معامله ينشف فيها ما يخليها تمشي. بعطيكم نكته. في 5 أشخاص رايحين وين؟ الربع الخالي. ولا بقول النمله احسن لكن ما شاء الله شكلكم انتم مع حق التطويع ذول اللي يدورون ويجعلون لا بيروحون. في نمله عازمه صديقاتها. معي ابو حمد؟ معك. جعلك تسلم. واسمع يا ابو سعد، نمله عازمه صديقاتها. النمله دي اللي عازمه صديقاتها راحت تبي تجيب القهوه والشاهي. لك تسلم. يا جل اسف يا ابو. لا تضحك. المهم النمله طال العمر عزمه صديقاتها طال العمر ابد ما ادري احنا مداهمه تكفى يا ابو راكان. انا صفقر الجدران. ضحكتكم. لا بالنكته. اوكي حضرة الشيخ. تبون النكته مع تقارير الوالده ولا بدون تقارير؟ لا الله يطول عمرك. شكرا. تقارير انا العول. الله يخليك. المهم ما علينا. النكته النمله اللي عازم صديقاتها عزمتهم القهوه والشاهي. قهوه عشي مع بقولها لكم بصيغه دام كانت من الامواه والرجال دام من الجنوب بقولها بصيغتكم. عزمتهم طال العمر بعد العصر قهوه. قال النملات لا احنا معزومين. لا ما احنا معزومين. لا والله احنا معزومين. قالت النمله علي بالطلاق بالثلاث اللي يسرح على حالها انت تقلطون القهوه. طلقت النمله. تخيل نمله صغيره طلقت. عاد تنجعلها تنقطع. هم راحت طال العمر امي راحت تبي تجيب القهوه والشاي ولا النملات جالسين طال العمر.
على فرشتهم غبطت عليهم النمله ما جات. قالوا هجا خلينا نروح نشوف وينها فيه. وين لقوها؟ وين؟ لقوها ناشبه في التمر. لقوا النمله ذي لازقه في التمر. اضحك يا ابو حمد، ابو حيك انت من اللي جاني. سعد ما ضحك نهائيا، حتى ابتسام ما ابتسم. طيب وبعدين ابو سعد النمله ايش فيها؟ وابو رخاء شبت لاقوها تبي تجيب القهوه، لقوها ناشبه في خشتها في التمر. يعني يا ابو محمد والله يا شيخ فرحان وحبيبنا فايز ابو ركان معلمنا وابو محمد، والله انه بث حلو اقسم بالله. يعني اجتمعنا ذكر وسولفنا وضحكنا وسعود جاء حضر الحمد لله يا ربي. جعل اعماركم اطوال، والله يا ربي يوفقكم. والله انا اشوف اسمعوني، انا بس بعلم من اهل الدين والله العظيم انها خطتهم زينه ووساع. بعضهم يقول لا هذا مطوع، والله ما هو بيضحك ولا هو والله انكم منا وفينا ونحن نفتخر فيكم ونقدر. احنا بعض الناس بعضهم يقول بسوي وبفعل بالعكس ناس جميلين وحلوين مثلكم تشرفونا وفي محلاتكم الثانيه ومرحبا ومسهلا وابشروا بالسعد وانتم وافين. يجعل اعماركم اطول. وسحرناك بكره يطلع عمر ابو حمد لهم صلي مع الفجر الجماعه وين كذا قاعدين مع فايز. ارحب كف الصلاة الله يوفقك كل شيء وانا اخوك. لبيه. انا بس ارد عليكم يعني كلمات مختصره في موضوع الصلاه. انت يوم قلت ما بيصلي في المسجد. اسلم. الصلاه اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. لا اله الا الله. الصلاه عمود الدين. الصلاه ايمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. تعرفون لما حولت القبله من بيت المقدس الى الكعبه وتحول المسلمون في مسجد القبلتين، أتاهم أحد الصحابة وقال حولت القبلة، تحولوا بالصلاة بخبر هذا الرجل الذي أخبرهم، فخافوا أن تذهب صلوات 17 شهرا، فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة نور وبرهان ونجاة. قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة أول صفات المفلحين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحانه. الصلاة آخر ما يفقد من الدين. الصلاة آخر وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. الصلاة فرضت في السماء. الصلاة 5 في العدد و5 في الأجر. فالصلاة قبل كل شيء يعني. وأنا أصلا مواصل أنا أصلي إن شاء الله. الله يرضى عنك يا ابو شيخ. لك يا ابو حمد ناوي على التب. حالي يا ابن عمي. والله ابو حمد انه يستاهل كل بسالك سؤال يا ابو سعد. انت الحين مجمعي، انت ما شاء الله داخل لي في غرفه، انت محامي، انا اشوفك في محل كتب، انت تقرا. انا اقرا والله. يعني سمعت انه يقولون فرحان بن حمد انه يقرا. فرحان بن حمد شيخنا احنا تلاميذ. يقول انها شافته الجنيه والجني انه يطلع من غير. ايوه ابو حمد جبت لك هذا ترى فيه ذا. اذا قرا الفاتحه شوف وجهه شوف اقرا الفاتحه. تكفى يا شيخ. اقرا يا شيخ. ما في العواقي ان شاء الله. شوف وجهه شوف عرق شوف سبحان الله عاشق عنده. زي شيخ قرا ودوني طول عمره عند واحد يقرا. رجال في مزحميه يقرا علي. لاني انا معي قيلون لعن الوالده خامسي. انت معي؟ انت معي يا شيخ. هم روح ودوني يوم ودوني هنا مطوع انا متعافي نطع عمر الحبه البخاري طلعت مع علبه. انت معي؟ دخلوني عليه ولمي عند الباب وخوالي عند الباب. يا رجال الصبي ذا ما عاد ما غير انتفض يا شيخ. ما غير ايدي تقول كذا ما عادني بطيب. تكفى يا ابو حمد. ودخلوني عليه. قال دخل الرجال الباب مفتوح في مشب من بيت شعر والله اني اذكره في بيت في محل في اخر مزحميه في حضار منطقتني قال لها حضار. ويدخلوني عليه ولا هو في زي المزرعه ما ادري شلون وهم يدخلوني عليه.
ويقرأ علي ولا معه عصا، هو يلشطني أول وحدة. أيوه. سكت وأسأل من الرجال، قلت لا يكون الرجال بيننا وبينه ثار ولا شيء والرجال حاقدين علينا. لا والله احنا ساكتين. هو يسوقني بالثانية، قام ساقني بالثانية وأنا أنس حرها. طال عمري بغيت أقوم، طال عمري هم تصايدة بذاك المخمس. قلت اهدي يا سعود، خليك هادي لا تشخصن الموضوع، يمكن الرجال عنده علم فيني أنا وفي عندك. قال اخرجي وقاعد يسب، اخرجي يكلمني بالكلام قلت يا رجل، وهو يبرك يحط له ما شاء الله اركبه ويا شيخ وجسمه كبير، رجال عمر مليان شبعان عمر من النعبه، وحط الحره فيني. هو يمسكني يا شيخ، هم يقرا هم يقرا هم يقرا هم يقرا هم رسل منه ما اجعني ذا وهو يقرا. قال وينفذ. قلت يا رجل ماني بطالع، انا اقول له وخر ماني بطالع، ابي ماني بطالع مع الباب، هو يحسبني اقول انه ماني بطالع مني. سوقني منه على وجهي، قال اطلعي مع سبابته، اطلعي مع سبابته. قلت يا رجال ما فيني شيء، يا رجال ماني بطالع مع الباب، فكني من شرك. قال اطلعي، هو يسوقني بذا يا مساكن انا اتماسك انا في المشب، وله رجال حتى يديه ما جات بين كان ابو مرداع كلاوي. قال انا وياه في المجلس، انا وياه في المجلس، انا وياه في المجلس، وابي اتعرش لنا. قال انها الجنيه اللي تحاكينا. قلت يا رجال روح وراك يا ابن حلال، هي بجنيته ولا شيء. هم اطلع من عنده، هم ودوني عند عجوز في قصور المقبل، قالوا روح لها هذه واحده بوحده واجيها. يوم جيتها طال عمره قالت اوسخ ملابسك، لا تخلي عليك الا بس الله سروال السنه وفنيلتك وملابسك وثيابك شلها منك. قلت طيب، واشيلها طال عمره وهي تمسك بلن هنيه، ولاني ابي العافيه. قلت وله عجوز فيها خنه خشمها يا رجيل دابع البلا يكبس، تقول كان كابرس عجوز قد هي عوده. قالت ها انبطح على بطنك علشان فيه حاشة وظهرك، وهي تمسك الظهر وفم المعده. قالت لا يا والله يا ولدي الحق ما تلحق. قلت وشو يا امي؟ لاني انا ما عندي. قلت وشو يا امي تكفيني، وش العلم اللي فيني؟ قالت اقول العلم اللي فيك كايد، انت معك ام صفيط. قلت وش ذا الصفيط؟ قالت الصفيط هذا يخليك يجيك شلل بعد سنه. خير الحرشه وانا ابو محمد انت صادقه؟ قالت والله العظيم شلل. انت صادقه وادق على حياه ابوي، انت ناقصكم شيء، انت تبون شيء، ايش العلم؟ قلت يقولون بيجيني شلل. قال انا صايع عليك حادث الله يلعن بطنك. والله ابوي طبعا عماني واهلي ما يسبون، اول مسبه عندنا في خلعه يسبون في الخال قبل، الله يلعنك ويلعن خالك. قلت خالي ما له ذنب، يصلي ويصوم وخايف من ربه، اترك خالي. هالعلم طال عمرك يقولون بيجيك شلل. قال وش الشلل؟ انا وش اللي عندك؟ قلت رحت لي عجوز، قال انا باك يا ابو العجز. وقعد لي يا شيخ اسبوع ما اكلم احد. دخل فيني الوسواس، دخل فيني الوسواس القهري في نفسي. والله يا شيخ اني راقد، اني وانا منسدح كذا اقوم اقول كذا اصقع نفسي، هوني باقي ذا ولا باقي اني يعني خلاص كل شوي اشيك على نفسي، كل شوي اشيك على نفسي، واخذ يا شيخ. ويكلمني واحد شيباني رفيق لي في حلبان، كنت اقرا انا وياه عند واحد في القوعيه. كل يوم اقول لك الجوال اللي عندي واتساب كله جروب مصاخي، وين الوعد فيه؟ كنا عند الشيخ الفلاني ترى مره بوحده يعطيك جرعه، خلاص صار جوالي كذا يا شيخ. المهم واخذ يا ابو حمد، وهو يدق علي الشيباني في الليل، كيف الحال يا ابو محمد؟ قلت والله طيب، وشلونك؟ قلت والله بخير. قال وينك ما عاد نشوفك عند الشيخ الفلاني اللي في القوعيه؟ قلت يا رجال العلم كايد، يقولون بيجيني شلل بعد سنه. قال كف قلت صادق؟ قلت والله. قال ما رحت لي عند عجوز فوق صالة المقبل، قال هو بابها اخضر. قلت الله. قال عندها كنبه محترقه. قلت والله انها صدق عندها كنبه محترقه. قال هذه انا قد جيتها، قالت هذا انت فيك بيجيك شلل وبيجيك مدري وين، جيتها قبل سنه او اكثر وكذوب، وهذه دجاله، واروح وابلغ عليها. قلت انا جايكم ويا ما انطلق خاطري، لا والله اني بديت استشاله يعني. هذا النفسيه هي شيء كبير يعني، اذا صار واحد مثلا يتوهم له انه بيجي كذا يتعب. انا تعبت من ذا النوع. وين رحت لوين؟ لمطوع حقنا اللي في القوعيه، رجعت له مره ثانيه.
ايه وادخل عليه مطعم واتوضا وادخل مع لمعي الشيابين وكلنا المصاخين يدخلون في شبك الحانه. سبحان الله مصاخين ونفهم بعض، نضحك وامورنا كلها زينه. اللي فيه جني واللي فيه جنيه واللي فيه عين واللي سحر. حتى ناظرت الشيباني يقول مسحور. يا معاين وجهه يدافع البلاء، يقول والله الله لا يوفق هذه اللي سحرتني. وجهه يا ولد اسود. يقول عند البل وعند الحلال، يقول ما ادري كيف جاني ذا السحر. قلت ما علينا. حوب يا بن قرمله. معليش يا شيخ. العذر السماح لا السود وذي الاشياء تخلي الواحد الله يكفينا شر الدنيا. المهم كثروا من هذه الاشياء ترى هي تزين الخاطر وتزين فيتامين د. المهم واروح يا شيخ واروح عجبته عند الدراهم مطوع يضحك يا العمر طويل. المهم نروح طال عمره في القوعيه وهو يقرا علينا مطوع. ويقرا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم. يا اخي هذا مقرمه موجود. يا عمرك طويل. الله يجعل عمرك طويل وافي ويجمع. اسلم يا سعود. اني الاسد مره يا عمر اعترض لي في الخطه. المهم يا طال عمر واروح اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث ويقرا هو. المهم وجاء يوم طال عمر في واحد فيه جنية له اسبوع وهو ما قال يضرب في ذا الباب، باب مسكر زي ذا ما يفتحه الشيخ. احنا ندخل مع الباب الثاني، الباب هذا مسكر وحنا ترى في بر وراء خيلان وراء. وانا ادخل واذا دخلت وبدت طال عمر يتصافقون ببعض انا متوضي واستغفر واذل اني يجيني شيء ويدخل فيني. يعني من ذا انا دخل فيني وسواس، انا اعالج عمري لا والله جايني بعد عله ثانيه ينشف فيني انا وياه. واقعد طبعا الشيباني يتعب عند آية السحر. انا طبعا امسك الرجال اساعده. انا عند الحسد دورني، ها ما نبي اتعداها، العين حسد ما نبي اتعداها. اما ذاك فيه جنية عند الباب يرجف بعمره. اذا دخل مع الباب فار صغير، فار دخل مع الباب ويوم دخل ظني ضايع الدرب ولا نصه في المجلس الا انا. عاين يا رجال داخل مع الباب ذاك وعاين والله ان الفار ناصيني انا في المجلس الحالي، يمشي في الزاويه انا في زاويه المجلس ولا الفار يسعى. ارحب كان هذا الاسد هم الفار والله انا زارقين كان هذا الاسد يا رجال كاني اشوفه الحين. ما قصرت بضل المهم ابا والله عينك يا ابن قرمله، نام عيني يا ابن عمي. المهم ولاد الفار اللي ناصيني من بين بدة العالم ناصيني انا الحالي. وعاين وابي اعلم الرجال قلت لا والله عيب، ولاني عاين قلت هاجل انا سمعت وانا ورع يقول ان الجني ولا الجنيه تنقلب على شكل فار وعلى شكل قطو وعلى شكل الواحد ينتبه. الذي من نسخه في راسي. هذا والله عاين والله ان الفار ناصيني كامل على نقطه تفتيش تقول كذا. جلعت قلت وانا ولد محمد قلت هاجل الجنيه ذي طلعت من ذا الرجال وتبي تدخل فيني ما لقيت الا انا وانا اعتزي ابن ما درج صدق ولا فيه دريشة قدامي. ارحب ايش جاك يا شيخ؟ اترك الدنيا يا شيخ خليك يا رجال. ارحب يا عبد الله بن محمد ارحب. ما توقعت الدراهم تغير الخاطر. تغير الدراهم. يا شيخ اسلم خير الدراهم. الله يقول احنا ابو الفقر. انا في الغرفه الصغيره حقتها. المهم ولاد الفار اللي ناصرين شفت لا وانا اعتزي ابد ما درج وانا اقول بقوى ما عندي بقى اتمسك في الدريشه. الجنيه الحين قلت هي والله يعني عندي في راسي انها جنيه ما هو بادري فار صدقي. لا وعيت طال عمر الا مطوعين والله اني ما انساه منهم مسكوني من هنا مع حقوي وش اللي بيورض ضخمي في الارض اطلعي مع دبره يقول اين عاد دبره الله يرحم والديك انا ابو دارك اقول له انا واجي عندي مطوع وحوص انا كذا معه قل ابوك الجنيه الفار وراك يقول كذا. فاللي جاني الشيباني ابكى الرجال داخل على الفار يحس به الجنيه يقول كذا.
طبعا طول عمره هو اخوه يجدوني رجل. ما صدقوا خبر لي فترة ما يعرفون علتي. شوي للرجال يرجدوني، قلت على ابوك الفار وراك الفار وراك من ويمسك الشيباني وهو يضحك. قال يا رجال هو يحس بان الجنيه هنا الفار. هم ياخذوني طول العمر. قال ما يدي مطوع. راح الله يستر عليك انت والشيباني لا عاد يشوفكم عندي. خربنا القرايه يا ولد وخربنا على المسلمين وحالتنا حاله ما عاد لنا قلب ما عاد لي قلب. تدري وانا اطلع من عنده قال الله يكرمك حمير في الخط اقول شكلها تراقبني. لحقني انا وسواس يا شيخ. الله يرحمه. افا الله يوفقه. الموت حق الله يرحمه جعله في الجنه ابو مالكي. عشان ما احضره. والله ما ادري وش اللي على راس فايز المالكي ينحى يحضر مع الرجال اللي قد انحضر وش الله اكبر. انا ما اعتقد انها يمكن عشان وقت الصلاه. اذن عندكم في الرياض. الله الله يا شيخ. إيه. يلا على العموم تدخل شوف الاوهام والوساوس تدخل في هذا الموضوع بقوه جدا. ولكن ان شاء الله ما عندك الا لا لا. السلام عليكم. يا حمد يا حمد شوي وجيك. سلام عليكم. طيب طيب يا سود طيب. الله يعيننا ويعينك. ما ابي يا شيخ ما ابي يا شيخ ما ابي الجنيه حقتي لا هذا واحد هذا يبث معنا. انزل 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 الله يعطيك العافيه. سم يا شيخ. اقول الاوهام والوساوس تدخل في هذا الجانب. في هذه كثير يا شيخ تحصل مع اكثر العالم يتوهم له. يعني بعضهم العمر يتوهم له ده ان فيه كذا وان فيه كذا وان فيه وهو ما فيه شيء ترى. بس ان الوهام. شوف يا اخوك انا اكشفهم. انا اذكر مره واحد جاي من عند احد المشايخ قال له عندك جنيه. ايه هذا الرجال جاني على ان عنده جنيه، يعني هو مؤمن ان عنده جنيه. اسلم. لكن اول ما رشيته بالماء وقريت عليه وطبعا حضرت الجنيه ولعن وسب وشتم كلام قبيح. لكن يوم رشيته بالماء اخذ الصراف والفلوس وخشه هذا جيبه الثاني. يا ولد الله اكبر يا هذه الجنيه اللي تحب الفلوس وتخشها في الجيب الثاني. هو انت عاد ما شاء الله تحب الدرهم. يلا شكرا ما قصرت. على كل حال انا كشفته واقنعته الحمد لله وتعالج نفسيا وشافها الله. يعني ترى اكثر الامور فيها اوهام كثير. زي يا شيخ في ناس يتوهم لهم واحد ينادي عمر يقول عيه ما يطيب، يقول ما خلى احد، يقول في راسي حمامه اسمعها في راسي. تخيل هم متوهم لهم في راسه داخل فيه حمامه. والله يا رجال ما اكذب عليكم يقول ما خلى معالج. يقول ولا يقول هبل بهله. يقول في راسي بلا يدور في راسي. يقول ما خلى احد. يقول يروح له عند واحد جاء له عند واحد قال يا رجال يقول يوم دخل عنده قال ويمسك العمر قال انا في راسي حمامه تدور في راسي ما تخليني ارقد يا شيخ. يقول يمسك العمر اذنه قال لا والله ان الحمامه هنا في اذنك انا شفتها الحين. قال اني قاعد علمتها لي وغير ما صدقوني. قال تجيني بكره تروح وتجيني بكره. قال ان شاء الله اظهرها. يقول له كذا يقول وياخذ طول العمر ويجي بكره يسكر عيونه بشاشه برقعه على عيونه. يقول ياخذ طول العمر. مرحبا. اسف بالطاريه انتهت المعذره. يا رجال جددها يا بركان. انت بكره الظهر ما خلصت السالفه حقته؟ لا بقى خلاص بقى تحييت يا ابو شوي بس. لا يلا مع السلامه مع السلامه. لا بقى حاجه بسيطه بس معليش. يلا حاجه لا تذكر. يلا. يقول انه يغطي عيونه برقعه. يقولوا الشيخ يجيب معه حمامه. وشو ضارب عليه كفر هو؟ لا يا ابو كان علم كايد. لا 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 تبع عينك ابو مسرد. قطع عليه يا سامر وسامر. يا والله المهم طال عمره يقول ويا مغطى عيونه ويقول يقرا عليه ويقرا عليه ويقرا عليه. ارحب 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 يا ابن عون. علي الطلاق انك توك مستجد في ما ادري ايش فيه. بالله كيف ما يصلح. يا رجال خلنا اقول سالفه. يا جديد كمل سالفه ما عاد جات. انا ما الومك يا شيخ ما الومك. ما ادري كان قطع عمرك تشوف مستقبلك ولكن خلني اعلمك بعلومي. طيب يقولوا يجي عند اذنه ارحب 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 ارحب. وقفوا قدام وقفوا خلاص. ارحب 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 ارحب. يسعد ام الحاله. لا ما يصلح تلعن الام يا شيخ.
الله يخليك لك ساعة انت ونص. ارحب صدق اخهم نيله. لا والله اللي ما لك عقل. انا اقول والله ان امي تقول معلماتني انت ما انت مضبوط انت. لا بلغ عليك الشرطه. وما قصر بيض الله وجهه. يا رجال حرام كله ورود ورود يا ابو محمد ورود. اسلم. راح هذا. اللي محم عفاريت. والله ما قصر بيض الله وجهه. وينفذ. والله ما ويجي عند ذن ذاك وينفذ وهو يجيب حمامته. ارحب. يا والله كان انا اسلم يا ولد بسرعه بيدن. ويجيب حمامته. مرحبا بمحمد والله. الله يا جاك السله اللي يسل عقلك. الفارس. نادر انك ترضخ. الفارس. نادر انك ترضخ ممكن مصخن. ومعاملاتنا ما نبيها عندك نبيها الدور السادس. الله يعطيك العافيه. تقدر تنقلها ولا لا؟ المهم وينفذ فذنه. وعلى انها طلعت الحمام وهو جايب الحمامه معه. يقولوا بعدها الرجال ذا اللي يوسوس. يقولوا فكه الوسواس طول عمره. وقال الشيخ فلاني هو اللي صدقني انا هو اللي طلع الحمامه من راسي والحمامه جايبها هو من برا. لانه كان يتوهم له. عالج الوهم بوهم. صدقت. وهذه تصير كثير معالجه الوهم بوهم. توقع كلها تخيلات تخرصات. هذه ترى تسمى في الطب الهلاوس البصريه والهلاوس السمعيه. ان الواحد يتخيل له مثل هذا ابو حمامه اللي تقول انت او ابو تخيل الفار وتخيل الحمامه وتخيل هذه كلها. لما الفار والله ما تخيلت ان الفار داخلين علي. هذه تسمى. طيب الفار انت شفته لحالك ولا الناس شافوه كله؟ لا شافوه العرب كله ابوه. خلاص شافوه العرب كله ما انتهى الموضوع. لكن لو انت اللي شفته هذه تسمى هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه. كيف؟ ما لها علاقه بالجن. شيخ كيف الواحد يفتك منها بالذكر؟ وش الاذكار اللي يذكرها عشان يفتك ذكر الله عز وجل. آية الكرسي في الحديث. آية الكرسي ورفع الإصبع بالتوحيد أعظم على الشيطان من النبل يعني من الرصاص. سبحانه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ بالله. يا أخواني أنا عندي وقفة عند الاستعاذة. بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. العكس المفروض أن يستشعر سمع الله وعظمة الله ثم يحتكر الشيطان. يعني يقول أعوذ بالله السميع ويتصور سمع الله وبصر الله وعلم الله في عظم الله. ثم إذا أتى عند الشيطان يستصغر الشيطان. لكن الحاصل العكس يمر على السميع العليم بسهولة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا قال الشيطان الرجيم اهتز. صدقت والله اللي صدقت. وهذا العكس. نعم صحيح. هذه الفائدة بالحقيقة أنا استفدت من أحد العلماء القديم بالحقيقة ما أنساها. وفعلا طيب. هذا يجعلها في حياته كلها. طيب يا شيخ. ارحب الله ينشف في سلحك انت وياه يا رجال. خلنا نعلم الشيخ بعلمي يا رجال. ايش علمك؟ يعني السلالة يسل عقلك. ارحب وانت صرفتك الذهبيه وذا صرفته شبعان من. خلنا نعلم الرجال. طيب لا تدعو لهم يا سعود. تدعو عليهم في ثلث الليل الاخير والدعوه مستجابه. ما بجايهم شيء ما عليك. انا عارف انا هم وراها. هم اللي يجينا عن احنا البديع واللي طاح له في شيء عمر وقع فيه. هلا الله. طيب يا شيخ ارحب من كربلاء. ارحب مرحبا. هذا الطلاق ما عاد يكمل يا المخلص. والله انا تعلت. ارحب يا شواق. هاي نبيها من حكم. نبيها من حكم. شلون تبيها من حكم؟ ابى احكم على لا خلها من حكم. ما العب يا سعود والله ما العب يا شيخ. قل لا يلا حق لا اله الا جمعناها دين واجمعها دنيا يا مال الشحم. اسمعني قل لا يلا. يمكن بكره عمره منه الامور كلها زينه. والله يا اخوك ما العب جوالات. هذا منهجي وطريقتي. خلاص انا داري منهجك الله يجعل عمرك طويل ولكن على خفيف. منها سواليف ومنها نكسب دراهم زين تنيا الله يطول عمرك ويجمع. اقبل وبعلمك بعد بنصيحتي بعد عندي. انت معي الشيخ هم النصيحه والخط متقدم والله نهزين يا ابو محمد. الشيخ ما يلعب الشيخ. والله ما العب جوالات يا سعود. هذا منهج مره ما اغير. منهج وشو منهجه؟ منهجي طريقتي ما العب جوالات. ما صل على النبي. انت من رؤوس الاحباب. انت معي والزبن لأن
الطلاب يدعموني، ثم بعدين اذا جاء الاختبار احسبها علي. يا رجال انكم انتم مقصروا، ما الشريين يا ما الشحم لا تنشب فيهم. انت معي؟ والحمد لله الدنيا سود ومهود. انت مدرس يا ابو حمد؟ ايه نعم. وش تدرس؟ تربيه اسلاميه. الله يجزاك خير ويرحم والديك. انا بشوف ذا اللي مجمع كتبه بشوف وش يدرس ولا وش عنده في الحياه. انت وش عندك يا ابو سعد؟ عندي فيش. ارحب. ايه عذر اللي ضعنا يا هالسله. وش عندك يا ابو سعد؟ اسلم. وش عندك يا ابو سعد؟ ما عندي الا سلامتك طال عمرك، والله العظيم انه بث جميل اقسم بالله. انا مستانس والناس استفادوا وذكر وعلم طيب الحين شواق وانبسطنا والله. بعدين ابو محمد انياك مسهرين ذا الشيبان يا ابو محمد. ما هم شيبان الا شيبان كل واحد عمره 50 تلقى ابو حمد عمر انا اعرف نوع ابو حمد ياخذ 4 نسوان وما شاء الله تبارك الله. لا كلام العاقل يطيح نصفه. انت صادق. اما براكان لا والله براكان قد مقطبت ندنه تمثيل من اما انا والله باقي ما بعد عرفت. اذن عندكم في الرياض الحين باقي يا شيخ. يا اخي في واحد هنا مشغلني احسك منافق واذا ظلمتك سامحني. هذا حبيب بن قرمله ابو ركان لبيه واحد مرسل لي اليوم يا اخي احسك منافق واذا ظلمتك سامحني. هذا كيف اتعامل مع ذا؟ تعامل معه طال عمر هذا سفيه الله ودايم والناس والله يعلم بالنيات. اما انك يا طال عمر الدين ايوه ابو محمد قالك تاسع وراك ثمرات الاستغفار. الدين اسر ما هو بعسر. الله اكبر. قال والدك في الجنه. انا خايف ابي يمشيني بركان ودايم اكثر العالم الحين مثلا تكفى ابو محمد تكمل. يحس من الشيخ يحس من بعض الاحيان المطاوع انهم معصبين لا بالعكس شوف ما شاء الله يضحكون بالعكس جميلين يضحك ويسولف لا انهم يعني ابو البيت يقول المطوع ما يضحك، المطوع ما يسولف، المطوع ما يروح، المطوع ليش تسوي كذا؟ ولا يعتك بالناس الا بالعكس. عرفتوا؟ طيب بس ان فيكم عيب واحد انكم ما تدخلون جولات. لو انكم كملتوا هذه الجولات كان والله اموركم انت الرقم الاول يعني عمرك طيب انت ومنهجك. طيب انا اقول لكم عن ثمرات الاستغفار ابغى اعدها عليكم على عجال وانتم تعرفون، لكن اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، لكن نجي الحاضرين يستفيدون. اول شيء ثمرة الاستغفار في الايه الاولى قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طبعا كان فعل ماضي الا في حق الرب سبحانه فهي تدل على التحقق وعلى الفعل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا المطر ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني من كان اعزب اعظم سبب للزواج اللي هو الاستغفار، ومن كان عقيم اعظم سبب للرزق بالولد الاستغفار، وكذلك سبب في نزول المطر والثمرات والانهار. الايه الثانيه قول الله عز وجل على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرار المطر انتهينا منها ويزدكم قوه الى قوتكم. علماء اللغه يقولون قوه نكره تدل على العموم، ترى ما المقصود بقوه الجسميه؟ جميع انواع القوه، القوه الجسميه، القوه الفكريه، القوه العقليه، القوه النفسيه، الشخصيه، الجنسيه، جميع انواع القوه. ويزدكم قوه الى قوتكم مطلقا. طيب يا شيخ فالاستغفار سبب في القوه. اخيرا في سوره ابراهيم قال الله عز وجل وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا يعني الحياه الطيبه والسعاده. فاكثروا الاستغفار وسلامتكم. شيخ بس سؤال صغير ليش سؤال ابن الحاشين هذا ما يدون في حلقي كل شوي يجعل السله. هذا يزود دام هالجلسه حافه الملائكه والموجودين ما شاء الله كثير جدا. اخونا وحبيبنا ابراهيم تحت رحمه الله سبحانه وتعالى ومصاب بالسرطان فاسالكم بالله ما تنسونا من دعواتكم. الله يا ربي الله يا ربي دعوه مستجابه تدعونا الله يا رب العاجل.
آمين اللهم آمين. الله اكبر. والعسيري يا براكان؟ لا ما في الا العافيه بس، وصحه وخير والله. لا والله قرأت تقري. اوكي. ابو طيب ركان ابو محمد معليش بنشدك قبل ما تبدا الصلاه. اسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام انا قلت مره انه اذا نزل المطر ينطل اللي على راسه ولا لا؟ نعم. صح ولا لا؟ وش وفي ناس يقولون ترى زين انك تعمر تمشي في المطر ما على راسك شيء، انه عافيه. هذا تبرك، هذا ثبت حديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن عرس في المطر. المطر الله عز وجل ذكره في القرآن، قال وأنزلنا من السماء ماء إيش؟ أكمل مبارك. مبارك. هذا المطر بنص القرآن مبارك يا شيخ. اتمنى مبارك، يكون شفاء، يكون علاج، يكون عافية، يكون فيه بركة، لأنه شيء مبارك فيه بركة. سبحان الله يا وهذه من الأمور اللي يجوز التبرك بها مباشرة، مثل المطر، يعني ما زمزم، مثل أمور كثيرة. جزاكم الله خير، بيض الله وجيهكم. الله أكبر الله أكبر. ردا والله يسعدكم، والله يبيض وجيهكم، ما قصرتوا، والله يرزقكم ويوفقكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تكفى يا شيخ قبل ما تطلع، تكفى ادع دعوة وإحنا بنقول معك آمين. إن الله وأنا والكومنتات والعالم إحنا بنقول معك آمين، وادع لنا دي الدعوة مع الفجر. تكفى اجعل في الجنة للمريض. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وعده العلماء من أذكار الصباح ومن أذكار بعد الصلاة. وأنا سمعت في سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يقرأ أذكار الصباح بعد الآذان، يعني حتى يبدأ فيها قبل إذا كان عنده وقت بين الآذان والإقامة يبدأ بين الآذان والإقامة في قراءة الأذكار. ذكر الشيخ علي الشبل، سمعت ذكر هذا. فالقضية هذا الذكر نرددها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فبعض العلم ما ينفع، يضر صاحبه. صح. والرزق كذلك الرزق الطيب والعمل المتقبل. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين. واغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا. صلى الله وسلم على رسول الله. الله يجزاك الجنة. أقول جعل الله والديك في الجنة. الله يجزاكم خير، وأنا تابعتكم، وإن شاء الله أن لنا لقاء إن شاء الله يا أبو حمد. شكرا. الله يجزاك خير. الله يحفظك يا سعود وبراكان والشيخ ياسر. شكرا لك. مع السلامة. ارحب. أنت انقلع 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 انقلع. لا أشوفك لا أشوفك أنت ناس من يوم الحبر. انقلع انقلع. أدق عليه جوال ما يرد علي، تدري يرضيك يا ابو ركان؟ والله اني ادق عليه انا ترى اسمع مسوي بزنس يعني. يا مسلم عندي اجتماع في فندق وقلق، ما اقدر افضى، ما اقدر افضى والله. اسال ابو راكان. ابو راكان انا احك صنقري، ما اقدر احك صنقري، اشغال. انت العقود انت فاضي، انت ما عندك شغل. شغل اسال ابو راكان، ما مديني يكلمني ابو راكان. انا في القروان اطلع يلقاني على طريق القصيم، يكلم في القصيم يلقاني على ذا. ايه ده فايز وسعود؟ واه ما تخافش احنا اخوانك، ما تخافش احنا اخوانك، ما تخافش يا حبيبي. والله انا فايز لعبت معاه. وين ولي امرك؟ يوم تخش معه مستحيل. ابو محمد والله احسن يوم في حياتي النهارده. ابو محمد لبيه. تعال انياك على ابو ركان. تعال. ادرك تدور الدراهم. اذن يا شيخ. والله النهارده احلى يوم في حياتي. تعال انت خليك معي. انت من وين يا حبيبي؟ ديوب. يلا يا شباب اخر 5 دقائق عشان خلاص نصلي. انا ديوب. من الرياض. من الرياض. انا في ديوب في مصر. كيف حالك حبيبي؟ عندك فايز المالكي، اللي تبغاه قل للفايز المالكي، وانت وصلت له. يلا تفضل. لا ابغى اصيح. وش تتمنى؟ احنا راح عندك فايز، امسك هذا هو. يا رجال ابو ركان. لا بجد انا فايز قال لي ما تخافش كلش عنده. سم ايش تبغى يا حبيبي؟
ابو محمد عطى رقم فايز ما ابغى شيء، خلاص دخلت معك فخلاص مش عايز